سرقة الموتوسيكلات ما بتنتهيش. النهارده شاب بص لقى موتوسيكلين واقفين، واشمعنى الموتوسيكل اللي قدام ده هو اللي خده؟ هنشوف مع بعض الفيديو. يلا بينا نشوف الفيديو. دي موتوسيكلين واقفين في شارع، طبعا يعني شايفين الشارع كده واضح ان هو مسدود. في ده اللي واقف قدام الموتوسيكلين ده جرار، يعني شكل الشارع مسدود او محدش، الشارع مش نافذ. في 3 موتوسيكلات واقفين ورا الجرار ده، واحد متداري في الجرار اللي هو ده يا جماعه، وفي موتوسيكلين تانيين. جه شاب لابس فانيلا صفرا حمصي وكاب اسود، ودخل على المكنه على طول، بص ان هي مسوجره ولا لا، بيبص على الكونتاك والمسوجر، لقاها سايبه، يعني لا جدون مسوجر ولا قفل ولا جنزير زي ما اتكلمنا في فيديوهات قبل كده ولا اي حاجه. يعني انت مدي الحرامي الفرصه ان هو يسحب موتوسيكلك ويسرقه باسهل سهوله. بالفعل الولا المكان ضيق، حاول يروح يمين وشمال وبيخبط، خبط المكنه التانيه، عملت صوت سرينه، لكن مش بعيد، وعشان يتابع الموضوع يشوف حد طلع بعد صدور صوت سرينه من المكنه اللي ورا ولا لا. راح شويه ورجع مره تانيه، سحب الموتوسيكل ومشي باسهل سهوله، ما تعبش في حاجه، ما عملش اي حاجه. رجع مره تانيه زي ما شفنا، خلاص بيسحب الموتوسيكل وهياخده يدوره من بعيد. تفاجأ سيادتك ان الموتوسيكل بتاعك اتسرق. ازاي؟ ده انا مسوجره. مفيش الكلام ده، المسوجر بتاع الجدون ده يا جماعه الحراميه بيفكوه باسهل سهوله. ما تفكرش ان انت يعني تعتمد على مسوجر الموتوسيكل ده. اخد الموتوسيكل بكل هدوء وكل يعني العمليه ريلاكس خالص، ولا حد متابع خالص، سحب الموتوسيكل ودوره بعيد منافذ. اللي بيحصل بقى كالاتي، بص يا سيدي، بيقطع الضفيره. هتقول لي دورها ازاي من غير مفتاح؟ هقول لك قطع الضفيره ودور المكنه منافله وادى غيار ومشي. ده مش كلامي، ده كلام الفيديوهات، فيديوهات كتير ونشر، نشرت لكم فيديوهات كتير سابقه قبل كده بتوضح ازاي الحرامي ممكن يسرق موتوسيكل باسهل سهوله، ما بيتعبش في اي حاجه. بص، هو بيفك الموتوسيكل، بيقطع الضفيره، بيدور منافله تدور معاه، وبيجي ياخد الموتوسيكل ويجري. وبيبيع الموتوسيكل في الغالب بأرخص تمن عشان خاطر سرنجة ولا عشان خاطر مخدرات ولا عشان خاطر، هو ده السرقة، ده بيبقى داء في البني آدمين. جرائم السرقة متنوعة والحرامي بيتفنن، يعني هم تحسهم تخصص. حرامي الموتوسيكل حاجة، حرامي بطاريات العربية حاجة تانية، حرامي التروسيكلات حاجة تانية، حرامي قطع الغيار، حرامي الفلوس حاجة تانية. فهم تحسهم كده تخصص وكل واحد بياخد مجال ويمشي فيه. ده اتخصص في سرقة موتوسيكلات، هو عارف التركاية 1 2 وبيسرق موتوسيكل بأسهل سهولة. نوهت كتير على انك تشتري جنزير او واير تقفل بيه الموتوسيكل بتاعك، حتى لو نازل تقبض من ماكينات الصرافة. في كل حتة يا جماعة وارد تلاقي واحد مش باين عليه انه حرامي، وفجأة بص لقى موتوسيكل بيقول له اسرقني. موتوسيكل مفتوح ولا قفل ولا جنزير، هو الموتوسيكل بيقول له اسرق، بيقول للحرامي كده خدني انا خسارة في صاحبي. الموتوسيكل لو بيتكلم هيقول له خدني انا صاحبي ما قفلنيش بالقفل ولا المفتاح. تتفاجئ سيادتك الموتوسيكل اتاخد من ايه؟ الغلطة غلطتك، انت اللي ما امنتش موتوسيكلك كويس، انت اللي ما قفلتش موتوسيكلك كويس. في دماغك ان انا داخل لا والدنيا خلاص الجو هادي ومفيش حد، لا، باسهل سهولة، ولا صوت ولا عمل صوت ولا عمل ازعاج، سحب الموتوسيكل يعني بكل هدوء تام وخد الموتوسيكل ومشي. شكرا شكرا شكرا، اتاخد الموتوسيكل خلاص، شكرا. كاميرا المراقبة ليها دور مهم جدا في كشف الجريمة وكشف الشخص. يعني بفرض مثلا ده شخص لابس كاسكيتة وداخل على المكان خد الكلام، لو كاميرا جودة عالية انا كان ممكن اعمل زوم واحاول اجيب لقطة لوش الولد وهو جاي وهو داخل على البيت، كان ممكن اجيب ملامحه، لكن انا مركب كاميرا ب5 صاغ ما بتجيبش ملامح، والاسم ان انا مركب كاميرات مراقبة وانا كده في الامان ومأمن نفسي 100%. وتحس بالحسرة والندم ان انت عندك كاميرات مراقبة، تبص في الشاشة عندك تلاقي الحرامي سارق الموتوسيكل بتاعك وماشي وانت مش قادر تعمل ولا قادر تحدد ملامح، لم يستدل عليه. شكرا. تلف كتير بقى تسأل محدش عارفه.
في الغالب ما بيبقاش جارك اللي سرقك او واحد، ده بيبقى واحد من بعيد، يعني جايز يكون من محافظة تانية، جاي محافظة تانية علشان خاطر يسرق موتوسيكل عشان محدش يتعرف عليه. لان بعد كده الناس بتنشر الفيديوهات ويقول لك اللي اتعرف عليه يا جماعة. انت مين يتعرف عليه بقى؟ انت معلش، انت مش ناشر وش صورة 4 في 6 لشخص وبتقول يا جماعة اللي عارفه يدلنا عليه، ده انت ناشر خيال شخص وبتقول يا جماعة الحقونا انا اتسرقت. محدش هيفيدك، محدش هيلومك غير نفسك. كاميرات المراقبة يا جودة 10/10 يا ما تركبش خالص، وانصحك يعني تركب حاجة جودة عالية علشان خاطر تساعد نفسك في الجرائم اللي زي دي. لو عجبك الفيديو اشترك في قناة حياتنا اليوم وتابع الفيديوهات السرقة اللي انا بعرضها. ولو عجبك محتوى قناتي ما تنساش تدعمني باللايك والشير. شكرا ليكم واستنوني في حلقة جديدة. الى اللقاء.